اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات، واهلا بكل الاصدقاء اللي اشتركوا بالقناة. النهاردة ان شاء الله هنشوف اصلاح ريسيفر تايجر. الريسيفر جاي معانا لمبة حمراء. هنبدأ كده نضع الفيشة في الكهرباء ونشوف مع بعض الريسيفر. كده وضعت الفيشة اهو. جايب معايا اصدقاء لمبة حمراء، وطبعا مفيش اي حاجة ولا ارقام ولا اي استجابة خالص من الرسيفر. هنبدأ دلوقتي نفصل الكهرباء الأول، وهنبدأ نفك الرسيفر ونشوف المشكلة هتطلع منين. عندي 3 مسامير في الخلف، 1 2 3. هنفكهم وهنشوف نفك الرسيفر ونشوف العطل معانا هيطلع من ايه. تابعونا. بعد ما فكيت الرسيفر يا أصدقاء اهو، طبعا عندي كارتتين، كارتة الباور والمذر بورد. هنبدأ دلوقتي كده نعمل ايه؟ هنبدأ ننظف الرسيفر كده ونشوف مع بعض. بعد ما نظفنا الكارتة كده يا اصدقاء، اول حاجة دلوقتي هنبدأ نعملها ان احنا هنفك المسمارين بتاع كارتة الباور، ونخرج بالكارتة بره عشان نشوف الجهود خارجة معانا مظبوط ولا لا. هنبدأ كده نفك ادي السوكت ده، هنفك اهو اللي متصل من المذر بورد لكارتة الباور. وهنبدأ نطلع كده بالمفتاح ده اهو، وهنبدأ كده نفك المسمارين دول عشان نطلع بالكارتة كده. بعد ما طلعت بالكارتة يا اصدقاء، نركن بقى الرسيفر خالص، ونبدأ طبعا نمسح كده لا يبقى فيه رايش ولا حاجة، لازم نخلي بالنا. وهنبدأ نوصل الكهرباء ونشوف الجهود بتاعتنا خارجة ولا لا. اول حاجة دلوقتي يا اصدقاء، جبت الافوميتر اهو، وهنضع الفيشة كده. وضعنا الفيشة بتاع الكهرباء وظبطت المؤشر بتاعي على 200 فولت. تمام. اول حاجة مكتوب معايا 3.3. هنبدأ كده نقيس اهو، وراقب معايا الافوميتر عطى معايا كام؟ 3.5. طبعا ده كده عالي. طيب اللي بعديه 5، عطى معايا 4 فولت و2. اللي بعديه أرضي، اللي بعديه 15، عطى معايا 15.7. اللي بعديه أرضي، اللي بعديه مكتوب على البورد 20، عطى معايا 25. تمام. يعني معنى كده ان الجهود عندي مش متظبطة. طيب احنا في الحالة دي هنعمل ايه يا اصدقاء؟ في الحالة دي هنبدأ نفك المكثف بتاع خط 3.3 اللي هو المكثف ده. المكثف ده يا اصدقاء 1000 مايكرو على 16 فولت. هنبدأ نفكه كده ونغيره ونشوف الدنيا هتظبط معانا ولا لا. بعد ما شلت المكثف يا اصدقاء 1000 مايكرو على 16 اهو، هنبدأ كده اللي هو ده، هنبدأ كده نجيب واحد غيره اهو 1000 مايكرو برضو. هنبدأ نركبه كده السالب مع السالب والموجب مع الموجب بالشكل ده اهو. وهنبدأ نلحمه كده يا اصدقاء. هنبدأ نلحم اطراف المكثف اهو. بالشكل ده كده. بعد ما لحمنا المكثف اللي هو بتاع خط 3.3 يا اصدقاء 1000 مايكرو، هنبدأ دلوقتي بقى كده نجرب مع بعض ونشوف هيشتغل ولا لأ. هجيب كده اي عازل نحط عليه الكارتة، وهنضع مع بعض السوكت. وهنبدأ دلوقتي كده نخلي المفتاح على وضع فتح، وهنبدأ دلوقتي كده نشغل مع بعض. هنبدأ كده نشغل مع بعض يا أصدقاء. ادي الفيشة بتاع الكهرباء اهي، جاب معانا لمبة حمراء اهو، جايب بوت اون.
رقم 75 هنبدأ نخف الإضاءة كده عشان نشوف مع بعض اهوت يا أصدقاء. هفصل تاني الفيشة، هوصل كده ونشوف مع بعض اهو. ادي لمبة حمرا، بعديها جاب بوت وأون، وجاب معانا رقم 75. هنبدأ نطلع كده 76 77 زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب هنقيس بقى الجهود ونشوف الجهود عاملة ايه معانا. هنبدأ نقيس الجهود كده يا أصدقاء. هنمسك معانا كده خط 3.3. لاحظ معايا 3.3 بالظبط اهي. كانت عطيانا 3.5 أو 3.6. طيب اللي بعديه أرضي، اللي بعديه اهو 5.3. اللي بعديه أرضي، اللي بعديه 15 كان مدينا حوالي 17. آخر واحد كان مدينا 26 فولت، عطينا دلوقتي 24 فولت. يبقى إذا كده الفولتيات معايا اتظبطت مع تغيير المكثف اللي هو بتاع خط 3.3 اللي هو 1000 مايكرو على 16 فولت. هنبدأ نقفل الكارتة كده ونجرب الريسيفر عشان نختم الفيديو. هنبدأ نجرب كده يا أصدقاء، نخف الإضاءة وهنضع طبعا الفيشة في الكهرباء اهو بالشكل ده، وهنضغط على مفتاح الباور اهو. جاب معانا بوت اهو وهيجيب اون، وجاب معانا رقم 77. هنبدأ كده نغير اهو 78 79 80. طب هننزل تاني اهو كده. الرسيفر اشتغل معانا والسبب كان مكثف واحد اللي هو بتاع خط 3.3 اللي هو 1000 مايكرو على 16 فولت. عشان تعرفوا ان المكثفات بتلعب دور مهم جدا جدا في الدوائر الالكترونية. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت تدعمني لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.